مقاطعة محمد رمضان، ما لها وما عليها، بقلم وإلقاء رافع آدم الهاشمي. جذور الفطرة الإنسانية السليمة موجودة في داخل كل إنسان أيا كان، بغض النظر عن عرقه أو انتمائه أو عقيدته، وبغض النظر أيضا عن درجته العلمية أو مكانته الاجتماعية، وبغض النظر كذلك إن كان الإنسان هذا ذكرا أو أنثى. هذه الجذور هي فقط تختلف بدرجة نموها بين هذا من ذاك وبين هذه من تلك، حيث أن تقوى الله عز وجل لها أثر ملموس ومحسوس معا في التأثير الإيجابي القوي منقطع النظير على زيادة نمو هذه الجذور. لذا فإننا نجد أن الأتقياء دائما وأبدا يحبون أوطانهم ويعشقون تراب الأرض التي ولدوا فيها، ويضحون بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على سلامة البلد الذي ينتمون إليه، بل البلدان التي ينتمون إليها قاطبة دون استثناء، ينتمون إليها ولادة أو ينتمون إليها إقامة أو ينتمون إليها أصالة وغير ذلك من الانتماءات الأخرى. وكما أن جذور النباتات تحتاج إلى غذاء يرفدها بمقومات البقاء والارتقاء، كذلك فإن جذور الفطرة الإنسانية هي الأخرى بحاجة إلى غذاء مماثل تستطيع من خلاله أن تستمد مقومات بقائها وارتقائها معا. هذا الغذاء يشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان، سواء كان ذلك في احتياجاته الجسدية أو النفسية أو العقلية أو الروحية. لذا فإن أي نقص أو خلل في أي احتياج من هذه الاحتياجات سيكون له النقص والخلل ذاتهما اللذان يؤثران سلبيا في بقاء وارتقاء تلك الجذور. هذا الشيء ينطبق علينا جميعا نحن أبناء وبنات أسرتنا الإنسانية الواحدة، ومن بين أفراد أسرتنا هذه هو الفنان محمد رمضان، الذي أخذ الكثيرون وأخذت الكثيرات أيضا في الآونة الأخيرة يتهجمون على شخصه في مواقع التواصل الاجتماعي تهجما عنيفا سافرا، فتارة أحدهم يطالب بمقاضاته، وتارة أخرى يشتكي آخر من إرهابه وفساده وإفساده الذي احتوت عليه عدد من مشاهد أفلامه أو مسلسلاته التي مثل فيها، أو حتى أغانيه التي غناها هو شخصيا. وتارة ثالثة يدعو الداعي إلى مقاطعة محمد رمضان مقاطعة كاملة تشمل حذف جميع إنجازاته تلك. لكن ما الدافع الحقيقي الكامن لدى أصحاب هذه المطالبات والشكاوى والدعوات؟ هم يقولون أن الذي يكمن وراء سلوكياتهم تلك هو الحفاظ على أرض الوطن وشعبه من الانهيار الثقافي والأخلاقي اللذين باتا وشيكين بوصولهما إلى غالبية طبقات المجتمع. أما أنا فأقول: هل حقا دافعهم هو ما يدعون؟ بالطبع أن في هؤلاء الأشخاص رجالا ونساء من يحمل فطرة إنسانية سليمة، وكذلك فيهم من يحمل جذور هذه الفطرة بغض النظر عن مستوى نموها ودرجة ارتقائها. إلا أنني أسأل هؤلاء جميعا وأسألك أنت أيضا: أليس الذي يريد الإصلاح لشيء يجب أن لا يتسبب في عطب شيء آخر سواه أيا كان؟ لأنه وببساطة شديدة جدا من الخطأ أن تعالج الخطأ بالخطأ. حين يقوم الإنسان بإصلاح شيء وفي الوقت ذاته
يؤدي إصلاحه هذا إلى تدمير شيء آخر، فإن الإصلاح لن يكون إصلاحا قط، بل هو تدمير لموارد أسرتنا الإنسانية الواحدة، تدمير لنا جميعا نحن أبناء هذه الأسرة الواحدة، لأن كل ما خلقه الله عز وجل في الحياة إنما خلقه ليكون مسخرا لنا نحن، يساعدنا على البقاء والارتقاء. محمد رمضان هو مثال واقعي عن الجميع أيا كانوا، هو إنسان قبل أن يكون ممثلا، وهو مثلك أنت ومثلي أنا ومثل الجميع قاطبة، في داخله جذور الفطرة الإنسانية السليمة، أما مقدار نموها وارتقائها فيه لا يعلمه إلا الله، لأن الذي يزكي الأنفس هو الله حصرا دون سواه. وبالتالي فإن هذا الإنسان الذي هو محمد رمضان لا يخلو من إيجابيات مطلقا، وكذلك إنجازاته كلها هي الأخرى لا تخلو من إيجابيات أيضا، حتى تلك التي يراها البعض أنها يجب أن تحذف من الحياة. لذا فأنا أسأل هؤلاء جميعا الذين يدعون لمقاطعة محمد رمضان، وأسألك أنت أيضا، من يجب علينا أن نقاطعه حقا طلبا للإصلاح في جميع مفاصل الحياة؟ محمد رمضان ممثل قام بأدواره لقاء أجر معين، حاله حال أي ممثل آخر سواه، ولو كان قد رفض الأجر المقدم إليه لكان الآن هناك ممثل آخر غيره قد أدى تلك الأدوار بديلا عنه، ولكنا الآن نجد أن أصحاب هذه المطالبات والشكاوى والدعوات يوجهون أصابع غضبهم إلى ذلك الممثل البديل، أليس كذلك؟ إذن الموضوع ليس عداء شخصيا ضد شخص محمد رمضان، إنما هو أمر أكبر من عداء شخصي تجاه أحد أيا كان. فما الذي يكون هذا الأمر برأيك أنت؟ ستعرف أنت الجواب بنفسك بعد قليل. حسنا، ثم وماذا عن المؤلفين الذين هم كتبوا سيناريو تلك الأعمال؟ هل تجب مقاطعتهم أيضا وحذف جميع إنجازاتهم؟ وماذا عن شركات الإنتاج التي مولت تلك الأعمال؟ هل تجب مقاطعتها أيضا وحذف جميع إنجازاتها؟ وماذا عن الجهات الحكومية المسؤولة التي أجازت ترخيص تلك الأعمال؟ هل تجب مقاطعتها أيضا وحذف جميع إنجازاتها؟ وماذا عن القنوات الفضائية ودور السينما التي عرضت تلك الأعمال؟ هل تجب مقاطعتها أيضا وحذف جميع إنجازاتها؟ وماذا عن الصحف والمجلات التي تناولت تلك الأعمال بالإشارة أو الإعلان؟ هل تجب مقاطعتها أيضا وحذف جميع إنجازاتها؟ بل ماذا عن الجماهير العريضة من المشاهدين والمشاهدات والمتفرجين والمتفرجات الذين شاهدوا وتابعوا تلك الأعمال، واللواتي شاهدنا وتابعنا تلك الأعمال بمن فيهم أنا وأنت؟ هل تجب مقاطعتهم ومقاطعتهن أيضا وحذف جميع إنجازاتهم وإنجازاتهن كذلك؟ حين نريد الإصلاح الحقيقي يجب علينا أن نسأل أنفسنا: أين يكمن الخلل في هذا العطب الذي نريد نحن إصلاحه؟ وما هي الوسيلة التي أدت إلى حدوث هذا الخلل؟ ومن أي شيء استطاعت الوسيلة هذه أن تتغذى في بقائها ونموها؟ إجاباتنا عن الأسئلة هذه ستكون كفيلة بأن نضع الضماد الناجع على الجرح النازف ذات العلاقة، لا أن نكون مجرد أبواق في فم أحد الآخرين. إن قال فلان شيئا قلنا ما قاله أيضا،
وإن صمت فلان عن شيء صمتنا نحن كذلك. فأين عقولنا نحن يا سادة يا كرام؟ الماء والنار كلاهما موجودان في حياتنا، وكلاهما نافعان وضاران معا. من يحدد النفع أو الضرر هو أنت أيها الإنسان، لا هما. الشيء ذاته ينطبق على إنجازات محمد رمضان وغيره من الممثلين والمطربين وجميع الفنانين والفنانات، بغض النظر عن مجال الإبداع الذي ينشطون فيه. إنجازاتهم تحمل في فحواها ومحتواها الماء والنار معا، وأنت المتلقي هو الشخص الوحيد الذي يحدد كيفية تحويلهما إلى منافع أو أضرار. لذا فأنت أيضا تتحمل جانبا من المسؤولية على عاتقك ليس بالقليل. عليه يجب أن يكون إصلاحنا هو دعوة لتقويم الأفكار التي في عقولنا وفي عقول الجميع بمن فيهم محمد رمضان أيضا، وتبني الأفكار الصحيحة ذات الأثر الإيجابي في صناعة الارتقاء بمجتمعاتنا، لا أن يكون إصلاحنا مطالبات وشكاوى ودعوات ضد شخص بعينه لمجرد أنه تخطى حاجز أعراف المجتمع بجرأة إبداعاته، ناهيك عن أن المقاطعة هذه تتعارض تعارضا تاما مع حرية التعبير عن الرأي التي من أشكالها الأفلام والمسلسلات والأغاني والمقالات وكل شكل من أشكال الإبداعات الأخرى دون استثناء، بغض النظر عن مستواها الإبداعي أو حتى مستواها الأخلاقي في حال خلوها من الإبداع. فهل نقاطع الماء والنار في الطبيعة ونحذفهما من حياتنا لمجرد أن البعض من أفراد أسرتنا الإنسانية أساءوا استخدام الماء والنار فأحدثوا منهما الضرر بدلا من إحداثهم المنفعة المتوخاة؟ علينا أن نصلح أنفسنا أولا بتنقية معلوماتنا وتقويم أفكارنا لتعديل مسار سلوكياتنا نحو الصواب وتغييرها من السلوك الضار إلى السلوك النافع لنا ولأحبائنا ومحبينا ومجتمعنا ووطننا وللأسرة الإنسانية جميعا دون استثناء، لأن الإصرار على مقاطعة الأشياء وحذفها بدلا من تقويم أفكار أصحابها وتعديل مسارات سلوكياتهم سيكون له أثر خطير على مجتمعاتنا يتسبب لاحقا في إحداث تداعيات وخيمة على الدولة برمتها حكومة وشعبا، حيث يتولد التعصب تجاه الأشخاص لا تجاه الأفكار، مما يؤدي إلى إحداث ما أطلقت عليه تسمية العمى الفكري، الذي سيكون وسيلة يستغلها كهنة المعابد سفهاء الدين المتأسلمين للمسلمين في نصب فخاخهم لهؤلاء العميان فكريا، فيستخدمونهم في بث بذور الفتنة بين أبناء وبنات الوطن الواحد، وبالتالي يجرون الجميع إلى الشقاق ومن بعده إلى التشتت ومن ثم الفوضى في شتى مفاصل الحياة. وهذا ما يريده بالضبط كهنة المعابد هؤلاء، يريدون أن تتقطع أوصالنا نحن الشعب الواحد ليتمزق وطننا الواحد، ولن يحدث أبدا ما يريده سفهاء الدين هؤلاء، لأننا جميعا قد أصبحنا في زمن نحتكم فيه لعقولنا لا لأحابيل خداع هؤلاء المخادعين الأشرار. اللهم أنر عقولنا بنور تقواك، واجعل خطواتنا تسير إلى رضاك،
واحفظنا وأوطاننا وجميع المؤمنين والمؤمنات من كل سوء ومكروه، واجعلنا دائما وأبدا أمة متعاضدة متكاتفة يكمل فيها أحدنا الآخر بقلوب نقية طاهرة لا تعرف شيئا إلا الطهر والنقاء، فنبقى أبد الدهر كالبنيان المرصوص يشد بعضنا بعضا، إنك يا رب يا قدوس حميد مجيب الدعاء. انتهيت من تحريره في يوم 22 من الشهر الثاني من السنة الميلادية 2020.